النهارده انا هوديكم مكان تحفه اسمه تشورو تشو. حرفيا المكان ده كده كيوت قوي لان كله بينك في بينك. حرفيا فيه كل الحلويات اللي انت نفسك فيها، زي مثلا في التشوروز وفي ايس كوفي وفي هوت درينكس كمان. وهنا انا دخلت اجرب ان انا اعمل حاجات بنفسي، وطبعا شايفين الابتسامه على وشي وانا بحط النوتيلا في الكوبايه. وهنا كنا بنحط الفراوله. وكده اول حاجه عملناها ستروبري نوتيلا كاب. تاني حاجه هنعملها بقى الفروي كاب، ودي ما طلعتش احسن حاجه مني لان انا اول مره اجربها، بس هي كانت تجربه لذيذه بصراحه. تالت حاجه هنعمل التشوروز. احنا بنطلعها من الزيت وبعديها نحطها في السكر والقرفه، وبجد بتبقى لذيذه جدا زي البانيه. وكده عملنا الفروي كاب للتشوروز. تالت حاجه هنعملها الفرابتشينو كراميل. اول حاجه احنا بنعمل القهوه، وهنا انا ختمت القهوه ختم النسر. طبعا وانا واقفه قدام الاله انا ما كنتش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، بس يعني الحمد لله ان هم بيقولوا لي اعمل ايه. وبنحط التلج والقهوه، وبعديها بنحط الكراميل وهنضربهم في الخلاط. وهنا بجد انا ما كنتش عارفه ان هو هيضرب مره واحده، فانا اتفاجأت. وهنا هنحط صوص الكراميل في الكوبايه. طبعا هنا انا فخوره باعمالي. وهنصب الفرابتشينو كراميل ونحط صوص الكراميل على الوش. طبعا كل حاجه بعملها غلط، حتى مش عارفه اعمل الغطا. لا تقفلي ما تخيبيش امل. وهنا انا احتجت المساعد فقفلها الحمد لله والدنيا كانت تمام. انا اللي عملت برضه. وهنا كنت في فقره هيا بينا نتذوق اعمالي الفنيه. كانت حاجه عظمه. خامس حاجه هي البامبي تشوروز، هنعملها بالبيستاشيو كمان بالبابل بام. شايفين الاحتراف اللي انا فيه؟ طبعا هما كانوا بيشجعوني ورا على الحركات اللي انا كنت بعملها، ومع اني خربت الدنيا اساسا. والله يا جماعه وبجد انا جربت اغلب الحاجه اللي كانت موجوده في تشورو تشو. بجد يعني كان يوم جميل جدا وعمري ما هنسى اليوم ده. شلت فيه ذكريات اساسا كانت تحفه، وكانت كلها كيوت وبينك كده. بتمنى اني اعيد الايام دي تاني في تشورو تشو.